السلام عليكم. عندي كوباية شعرية ومعلقة نشا، هاتهم يلا ويلا بينا كده نروح على البوتاجاز. هنعمل اسهل والذ حالة، لذيذ جدا ومش هياخد مننا وقت، مسافة 10 دقايق يكون كل حاجة خالصة. يلا بينا. معانا هنا المقلي اللي هنعمل فيه او الطاسة او حلة صغيرة، هنزل فيها كده بمعلقة زبدة ومعلقة سمنة بلدي لزوم الطعم كده ويدينا طعم حلو. ويلا بينا نروح على البوتاجاز. هحطهم بس كده، مجرد بس ما تسخن كده هنزل بكوباية الشعرية وهقلبها كده لغاية ما تاخد اللون الذهبي الجميل كده اللي احنا المعروف به بالشعرية. عايزة تستبدل الشعرية بلسان عصفور، ممكن تعملها كمان بمكرونة سباكيتي، ما فيش مشكلة. بس الشعرية بس فكرتها ان هي بتبقى رفيعة كده وبتبقى لذيذة كده وشكلها حلو وطعمها جميل جدا. هنقلبها كده لغاية بس ما تاخد اللون الذهبي، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. ولو كنت بقى وصلت معايا لغاية هنا والفيديو عجبك، ما تنسيش بقى من اللايك وشير وسبسكرايب للقناة. شايفين اللون كده، اللون بقى ذهبي. هي واحدة واحدة لان كنت سبتها ورحت عملت حاجة، بس تخلي بالكم منها عشان ما تتلسعش منكم بسرعة. هنزل عليها هنا بكوباية من المية وكمان كوباية، وهقلبهم كده وههدي عليها النار واسيبها لغايه بس ما الشعريه تستوي وتشرب الميه اللي عندي. السكر بقى على حسب بقى ما انت حابه. انا حطيت معلقتين سكر او 3 تقريبا، يعني كده هو تقريبا معلقتين. انت عايزه تزودي زودي، ما فيش مشكله. وكمان حطيت عشان نعزز الطعم حطيت شويه فانيليا. عايزه تستغنى عن فكره الفانيليا استغنى عنها، بس الفانيليا بس هتديها طعم. يلا بقى تعالى هنا بقى نعمل الكريمه بتاعتنا. معايا 3 كوبايات من اللبن او الحليب زي ما اخواتنا العرب بيقولوا. هنزل عليها بقى ب3 معالق من النشا. لو النشا عندك بيربط كويس انزلي ب3 معالق، لو حاسه ان هو شك في ان هو ما بيربطش كويس انزلي ب4 معالق. السكر برضو التحلية على حسب ما انت حابه. بتحبي الحاجه حلوه قوي زودي كمان السكر، ما بتحبش الحاجه الحلوه قللي السكر. انا حطيت هنا معلقتين من السكر وكمان شوية فانيليا ومعلقة صغيرة من السمنة البلدي، وهقلبهم كده مع بعض. هدوبهم وهرفعهم على النار. هرفعهم على النار لغاية ما يوصل للقوام الكريمي بتاع البودنج او المهلبية. تمام. هجيب بقى الكاسات او الكوبايات اللي هنحط فيها الشعرية. هحط كده طبقة من الشعرية عليها كده جوز وزبيب. عايزة تستغنى عن الجوز والزبيب استغني، بس دي اضافة من عندي. اسهل والذ حالة هتعمليه واولادك هيحبوه جدا، وخصوصا بقى يا سلام بقى لو هياكلوه وهو سخن، بجد بيدفي وطعمه جميل عن ما بيكون بارد كمان. هنا اي بقى حاجة عندك مكسرات، جوز وزبيب. انا كان عندي جوز وزبيب حطيت منه فبيدي كده طعم حلو برضو مع الشعرية. هنا بقى المهلبية عندي كانت سخنة، هنزل عليها كده بالراحة كده واحنا بننزل فوق الشعرية. مش عايزة انها تغطس كده في قلب الشعرية، عايزاها تبقى عاملة طبقة كده. وقوام المهلبية يبقى كده قوام انسيابي وجميل، بحيث ان انت بعد كده لما تيجي تاكليها تبقي تحسي ان انت بتاكلي كده حاجة كريمية كده وطعمها حلو. طيب عايزة تستبدلي المهلبية دي بكريم شانتي، ممكن تستبدلها بكريم شانتي، وممكن تعمليها كريم كراميل. شايف انا سبتها هنا بس تستهدى كده بس 5 دقايق علشان اعرف احط الطبقة التانية. بعد كده بدأت احط الطبقة التانية. اسهل من كده مش هتلاقي، يعني حاجة بسيطة. موجودة عندنا الشعرية في قلب البيت، موجود عندنا الحليب او اللبن في قلب البيت، والشعر والنشا، يعني كل مكوناتها موجودة في قلب البيت. فقومي يلا اعمليها لاولادك وفرحهم بيها في يوم كده اجازة، او تكافئهم بعد تعب طويل من المذاكرة. هيحبوا الحاجات اللي زي دي. وزي ما قلت لك برضو لو كنت وصلت معايا لغاية هنا ما تنسيش بقى اللايك وشير وسبسكرايب للقناة. اللايك هو اللي بيدعم الفيديو وبيخليه يرتفع على منصة اليوتيوب، فأتمنى ان انتوا ما تنسوش تحطوا اللايك وتقولوا لي رأيكم بقى في الوصفات اللي انا بقدمها. وشوفوا انتوا محتاجين ان انا انزلكم وصفات ايه، عرفوني في الكومنتات. وشكرا ليكم وعلى دعمكم ليا وعلى الكلام اللي انتوا بتقولوا لي على الفيديوهات اللي قبل كده.
هنا بقى التزيين بقى حسب ما انت عايزة بقى تحطي جوز وزبيب، عايزة تحطي مكسرات، عايزة تحطي روزيتا من الكريمة، او تحطي مثلا روزيتا من المهلبية، مفيش مشكلة، ده ليكي او لاولادك. عايزة تسيبها كمان كده من غير اي حاجة، مفيش اي مشكلة خالص. الحلقة بتاعنا سهل ولذيذ ومش عايزين نكلف نفسنا، كل حاجة موجودة عندنا في قلب البيت. وفي نهاية الفيديو اتمنى ان هو يكون عجبكم، ولو عجبكم متنسوش من اللايك وشير وسبسكرايب للقناة. وكمان مرة بشكركم وبشكر دعمكم ليا والكومنتات الحلوة اللي انتوا بتسيبوها لي في قلب الفيديو، وتقولوا لي كمان نفسكم ان انا اعمل لكم فيديو ايه. والى اللقاء.